شارع سبورت. انا فخور جدا اني اهلاوي. انا بحب الاهلي وبحب جمهوره العظيم اللي بيقف وراه وعارف انه هيكسب. هيكسب. المكسب اتعطل في القاهرة في برج العرب، لكن استنينا كلنا المكسب في رادس. الاهلاويه كلهم متعودين على طعم الفوز في رادس. في كذا نجم امبارح لازم نقول عليهم. اولهم جمهور الاهلي اللي راح وآزر الفرقه وفتحوا له التتش. ده الجمهور رقم واحد على مستوى افريقيا، بيروح يقول لهم يلا انتوا لسه موجودين وبيديهم الحافز. اللعيبه بتطلع كل اللي عندها. عملت فيديو قبل ده بتكلم على نقط ضعف الترجي. اتهاجمت من جماهير تونس، واللي يقول لي لا بأس واللي يقول لي مربوحه. وفعلا مربوحه، بس مربوحه للاهلي مش للترجي. بقول لجمهور الترجي مربوحه ازاي وناحيه اليمين عندك مفتوحه والشمال عندك مفتوحه والعمق مفتوح وبن شريفيه ما جاش. نرجع نتكلم عن الاهلي، وعايزين نقول كام نجم للمباراه ممكن يكونوا انتم مش واخدين بالكم منه. طبعا هتكلم عن حسام البدري، بس انا من وجهه نظري نجم اللقاء الاول او نجم الموسم اللي فات كله انيس الشعلاني. مدرب لياقه بدنيه على اعلى مستوى. لعيبه الاهلي واقفه 90 دقيقه هنا 90 دقيقه هناك. لعيبه الاهلي واقفه، لعيبه الترجي واقعه. خط ظهر الترجي كله كرامب كله شد، واحنا لعبنا على النقطه دي واستغليناها. تحيه كبيره قوي من كل اللي بيتابعنا ومني انا شخصيا لانيس الشعلاني، والحسن الحظ انه تونسي كمان. حسام البدري اللي اول مره احس ان هو قرا الفرقه اللي قدامه، لعب على نقط الضعف بتاعتهم وكان موقف خطوره خط وسط الترجي، اللي هو عارف ان نقطه قوه كبيره في ثلاث لعيبه اللي هو فرانكوم وكوليبالي وفرجاني ساسي. احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، بس حسام البدري عارف ان عندهم نقطه ضعف، ان هم ما بيرجعوش يغطوا في الهجمات المرتده اللي عليهم، فبيسيبوا رباعي خط الظهر الترجي هو اللي بيقابل لعيبه الاهلي. فالشوط الاولاني بدا بشريف اكرامي قدامه محمد نجيب. محمد نجيب ده عايز 3 4 حلقات هنتكلم عنه برضه. محمد نجيب ورامي ربيعه، على شمالهم المتالق علي معلول، على يمينهم الراجل جدا احمد فتحي، في نص الملعب حسام عاشور الخبره، عمرو السوليه المكافح، قدامهم عبد الله السعيد اللي ما كانش باين قوي بس دوره كان حلو، لو عمل العرضيه الاولى وعمل الثرو الثاني لعلي معلول اللي جه منه الجون الثاني. عبد الله السعيد ما نقدرش نستغنى عنه عشان بيقدر يؤدي الدور الدفاعي، بس كل جماهير الاهلي بتطالب فرصه كبيره كمان لصالح جمعه. على يمينهم مؤمن زكريا، على شمالهم وليد سليمان، تحت راس حربه وليد ازارو. حسام البدري بدأ كده. انا كنت شايف ان الاطراف معكوسه، مؤمن بيلعب مكان وليد ووليد بيلعب مكان مؤمن. وجهه نظر ايه من حسام البدري ان يخلي مؤمن مش على عدلته، هو بيلعب ناحيه اليمين، لو عدل على جوه يبقى على شماله مش هتيجي. وليد سليمان بيلعب ناحيه الشمال، لو عدل على جوه تبقى بيمينه. مش مظبوط الكلام ده. كان هدف حسام البدري ان كل واحد يقطع المسافه كامله ويتلعب على الاوفر، لان الكور الثابته او الكور العرضيه بتعمل مشاكل كبيره للترجي، ودي كانت اول نقطه حسام البدري اراها. شابوه كابتن حسام. العرضيات بتعمل مشاكل لخط الظهر الترجي، فكان عايز مؤمن يكمل، وليد يكمل، ونلاقي عرضيه. ساعتها كنت هتلاقي وليد ازارو، عبد الله السعيد، واحد من نص الملعب سواء عمرو السوليه او حسام عاشور. او في الكور الثابته كنت هتلاقي
ربيعه طالع معاه. كانت فكره كويسه من حسام البدري، بس شفنا منها هجمه بس في اول دقيقه او دقيقه ونص لمؤمن زكريا، جري بالكوره وشاط في الجول. فدي اول نقطه لعب عليها حسام البدري، ان انا عايز اعمل عرضيات بكميات كبيره على خط ظهر فريق الترجي. تاني حاجه، حسام البدري اعتمد على الضغط من اول منطقه جزاء الترجي عشان يقفل المساحات ويحجم الدور الفعال للثلاثه بتوع نص الملعب. فوزي البنزرتي كان مريحنا ان فرجاني ساسي كان قاعد بره، واعتمد على سعد بكير عشان لو جت فاول ولا حاجه يخلص على الماتش ويقضي عليه. الاهلي كان عامل يعني شوط اول متوازن بالنسبه للنادي الاهلي، وفكر حسام البدري اللي من وجهه نظري انه نجح فيه. بعد الهجمات، بعد هجمه اولى لمؤمن زكريا ومناوشات من وليد ووليد ازارو، شغل المغاربه طبعا اللي طلعوا على تونس، في اخر الشوط غلطه من علي معلول يرجع الكرة لشريف اكرامي اللي بيطلع متهور، وضربة جزاء، ضربة جزاء صحيحة. الحكم كان متحامل شوية على الاهلي، بس ضربة الجزاء دي صحيحة. في ماتش القاهرة في برج العرب قصدي، شريف اكرامي عنده غلطة وعالج نفسه والجماهير وقفت معاه عشان يرجع. كده بقى عندنا اتنين عندهم اخطاء، علي معلول وشريف اكرامي. طب هنعمل ايه؟ خلص الشوط الاولاني 1-0. حسام البدري بيغير التكتيك خالص، ادى مساحه للاعيبته، حريه ان انا اطلع وازيد. ومفاجاه ان اللي يجيب الجون علي معلول، وعلي معلول عايز يعوض اللي عمله. تلاقي علي معلول في ال 18 وبيركن بيمينه في البعيده بالكروس بتاع عبد الله السعيد. طبعا حسام البدري حرر اللعيبه، هاجموا، ما تخافوش، مفيش اي مشاكل، هنتعادل. وعلى طول في اول الشوط اتعادلنا. حسام البدري رجع لعيبته تدافع من ورا شويه، 1-1 احنا منتظرين جون كمان. بس لما رجع لعيبته هو عارف ان هيجي وقت ولعيبه الترجي بدنيا هتقع، وفعلا ده اللي حصل. بقى وليد ازارو بيلعب معاهم على خط واحد، اي تمريره صح لوليد ازارو يروح انفراد، شد وكرامبات للاعيبه الترجي، انهيار. حسام البدري لما خلاص اتاكد ان لعيبه الترجي مش قادره تقف، راح منزل العملاق اجاي، اجري بقى، انت اجري ومالكش دعوه. وعلي معلول بيغل في نفسه، عايز يصلح غلطه تاني مع انه جاب جول، يعني حسس بالذنب. يقطع واحده من ناحيه اليمين، عبد الله السعيد يرجعها له تاني ويرفع اوفر دوا لاجاي، والهدف التاني. ايه اللي بيحصل ده؟ رادس وش الخير علينا والدنيا اتقلبت. جون تاني قتل المباراه. ولو كانت كرة وليد ازارو الثالثه دي الانفراد كانت دخلت، كانت هتبقى ماتش من الماتشات اللي مش هننساها ابدا. حسام البدري قسم الماتش، شابوه كابتن حسام، لعب على كذا نقطه، قفل المساحات قدام لعيبه الترجي. حتى لو حد كده عايز يفكر هتلاقي مفيش فرص حقيقيه للترجي، هو الفاولين اللي شاطهم الشعلالي وكرة سعد بكير اللي اتشاطت والكرة اللي جه منها البيل. لكن بقيه الماتش خاصة الشوط الثاني كله للاهلي، لان حسام البدري ركز ولعب على نقطة معينة. فالنجم الاول عندنا انيس شعلالي، النجم الثاني حسام البدري اللي اول مرة في حياتي اشيد بيه لانه عجبني جدا فكره في المباراة، وخصوصا ان هو كان قايل تصريح عبقري، قال لك مباراة الترجي هتتحسم في رادس. النجم الثالث اللي لما بنحتاجه بنلاقيه
الراجل قوي محمد نجيب. محمد نجيب امبارح بصراحة الله أكبر عليه، واقف صح أحسن من لعيبة دولية في تونس، واقف صح، تمركز صح، عمال يفوق نفسه ويفوق اللعيبة، رجولة. محمد نجيب جماهير الأهلي مش واخدة بالها منك شوية، والإعلام ما بيجيبكش. النجم الثالث محمد نجيب لازم يتكرم، لازم يجي في الإعلام ويتكلم عشان جماهير الأهلي تعرف عنه أكتر. الأهلي لما بيحتاجه بيلاقيه، الراجل ده معدنه بجد أصيل. شكرا يا محمد يا نجيب. النجم الرابع شريف إكرامي، اللي لما غلط غلطة في بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت رجع وعمل موسم ولا أروع. ما اتغلبناش، سلسلة من الشباك النظيفة، يرجع يغلط غلطة في برج العرب. طبعا كل الناس قامت عليه وواسطة وما ينفعش لعيب كورة. وشريف إكرامي من أول ما لعب في الأهلي جمهور الأهلي مقسوم، ناس بتحبه وناس ما بتحبوش. الإعلام المصري قطع فيه. المفروض ان الاعلام يساند الاهلي، مش مشكله يا رجاله وتقدر تعوض، لا ما شفناش الكلام ده. شريف اكرامي وحش وهتخسروا وخلاص والدنيا بقت سودة بالنسبه لهم وسودوها علينا. لكن الاهلي قافل على نفسه وملوش دعوه باي اعلاميين. شريف اكرامي النجم رجع ووقف، وكنت هتلاقيه عمال يجيب الكرة من هنا ومن هنا وبيلعب بسرعه عشان عايز الاهلي يكسب. انا كنت حاسس ان هو عايز يجيب جول. بعد كده نتكلم على علي معلول. علي معلول الماتش اللي هنا وبعدين الشوط الاولاني هناك، يا عم ده تونسي وبيفوت. جماهير الاهلي اللي قالت كده معظمهم يعني. يا عم طلعوا بره، حسين السيد كان احسن. علي معلول في الشوط الثاني يسكت جماهير الاهلي ويسكت جماهير الزمالك ويسكت جماهير الترجي، ويخلي بس جماهير الافريقي هي اللي عماله ايه تقلش على جماهير الترجي، لان الافريقي هناك هو ايه زي الزمالك هنا كده. علي معلول اتقال عنه قالش تونسي بقى، كل فول وانسى اللي حصل من معلول. وجايبين صوره ليه وهو بيحضن اللعيبه، يقول لك علي معلول يقتل القتيل ويمشي في جنازته. علي معلول شفناه في اخر الشوط الثاني في فاول للترجي، يقول لعبد الله ما ترفعش ايدك لا يجي بيلين. بيمسك محمد نجيب بيقول لعمرو السولية يضغط. ده مشروع كابتن وشخصيه محترمه جديده للنادي الاهلي. بنحبك برشا يا علي. النجم اللي جاي وليد ازارو. وليد ازارو بتحركاته تعب دفاع الترجي، سريع جدا وبيروح، بس لسه التوفيق ما جاش. سنه صغير مستعجل، جواه حماس كبير، وده اللي بيخليه يغلط في اللمسه الاخيره. بس انا بقول له ولا يهمك، احنا استحملنا احمد فليكس 6 شهور واستحملنا فلافيو سنه، فاحنا هنستنى عليك 2 3 كمان. مبروك لكل جماهير الاهلي. بس انا كنت حابب اوضح نقطه، ان لعيبه الاهلي رجاله وجمهور الاهلي رجاله واقفين ورا رجاله، وانا فخور جدا 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 ان انا بشجع النادي الاهلي. الف مبروك. ان شاء الله هنعرف نتيجه النجم الساحلي والاهلي الليبي، وايا كان ان شاء الله الاهلي اللي هيلعبه هيكسبه، لان فريق الاهلي فريق كبير. وشكرا لكم.